بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى اللي انتوا شايفينه ده مش حمام، ده بقى السمان اللي انا ربيته بقى معاكم من اول ما جبته لحد ما ذبحناه بقى مع بعض، وان شاء الله نعمله بقى بطريقة جميلة جدا. تعالوا بقى كده هنسمي الله وهعرفكم برضو الكور دي كور ايه، والرز وكل حاجة عملناها سوا مع بعض. هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه كده وإيه، ادخلوا بقى كده معايا شوفوا أنا عملنا إيه. طبعا ده السمان اللي أنا كنت ذبحته ووريته لكم بقى وأنا ذابحة كمية كبيرة. أنا حطيته بقى كده في التلاجة في الفريزر، خدت على قد بقى ما احنا هنعمل يعني على عدد بقى كده الأسرة، وبعدين حطيت بقى الباقي في الفريزر. جبته زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان انا فرغت كده الجلد من اللحم زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بالظبط. وبعدين جبت بقى كده اللي ديت الكبد والقوانص بتاعة السمان، بس مش كلها طبعا، انا كان عندي كبد تانية بتاعة فراخ، فقلت بقى اقطعها عليها عشان تبقى الكمية كده حلوة، لاني انا هعمل كمية رز هتشوفوها معايا دلوقتي. المهم جبت بقى كده معلقة سمنة بلدي ومعلقتين زيت على النار، وحطيت بقى شوحت كده فيهم الكبدة، اديت لها صدمة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بالظبط، لحد كده ما نزلت بقى اللي خدت الصدمة والإيدام بقى كده نطر على الوش. بهرتها، حطيت ملح وفلفل وبهارات وكام ورقة لورا. وبعدين معايا كده بصلاية كبيرة مبشورة زي ما انتوا شايفين بالظبط، ديت بصلاية كبيرة او بصلتين وسط زي ما انتوا عايزين. البصل ده بيخلي الرز مسكر جدا. وطبعا برضو كمية الرز مش دي اللي انا هحشي بيها بس الحمام، عشان كده انا مكترة شوية زي ما انتوا شايفين بالظبط. وبعدين انا بقى هحط كده، استنيتها بقى لما استوت خالص زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وبعدين انا غسلت كمية رز بس معايا دلوقتي دي كوباية رز، هقلبها على شوية من الخلطة دي زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، وهديها نص كوباية مية، يعني كوباية الرز عليها نص كوباية مية. وبعدين هسيبها بقى تستوي كده ايه نص سوا بس، حتى مش تلات ارباع سوا ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين خدت بقى بقية الخلطة كلها قلبتها على الرز اللي انا غسلاه، لان انا ولادي مش بيحبوا الرز البسمتي، وانا مش بعمل الرز الاصفر المبهر ده، يعني صراحة مش بيحبوه. بس الرز اللي هو بالكبد والقوانص ده بيحبوه جدا وبيبقى جميل. فهي هيها نفس الخلطة، قلت بقى بدل ما اعمل مرتين اعمله بقى مرة واحدة. زي ما انتم شايفين انا حطيت نص كوبايه رز على بقيه نص كوبايه ميه اسفه على بقيه الخلطه دي، وهسويها بقى في الطاسه زي ما هي كده نص سوا بس. عدي بقى ورق اللورة عشان تطلعيه من الرز ما يعملش بقى كده مراره فيه. ده بقى هولع عليه، وده كمان هولع عليه بقى على العين التانية زي ما انتم شايفين. هحط له كده الميه المغليه بتاعته، العيار بقى بتاعه بالظبط، يعني لو 3 كوبايات رز هحط لهم 3 كوبايات ميه. الرز المصري طبعا زي ما احنا عارفين كله بيبقى الرز قد الميه. كده خلاص بقى كان استوى زي ما انتوا شايفين نص سوا كده. وبعدين بقى معايا السمان مغسول ومنقوع كويس جدا وصفيته بقى خالص من المية. بدأت بقى ان انا احشي كده. اللي هي صراحة هو كان حجمه كويس جدا، بس الخلطة اما حشيت بقى تحت الجلد كده كبرته اكتر كمان زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. بس انا طبعا عشان انا اللي منضفاه كان فيه اتقطع الجلده بتاعته، ده انا شلته. ده انا خدت السليم زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا طبعا من الشرياه من بره، ده تربيه ايدي بقى، فطبعا احلى وانضف واضمن بكتير جدا جدا. فانا اللي كان الجلده بقى بتاعته مقطوعه كده، يعني انا الميه كانت سخنت شويه، ده شيلته هعمله برضو ان شاء الله معاكم بطريقه تانية. ده بقى اللي هو سليم كده، لو الحته دي ما اتقطعتش كتفيه زي ما انا مكتفاه كده. في برضو القطعه اللي هي بيتكتف فيها دي كانت قطعت مني، هوريكم دلوقتي انا عملته كله ازاي عشان ما ينزلش رز خالص في قلب الميه واحنا بنغليه واحنا بنسلقه يعني. انا حشيت زي ما انتم شايفين اهوت. عايزه تحشي بقى من الرقبه من فوق، في اللي بيفتحوه من الرقبه، بس طبعا انا لقيت ده اضمن عشان اعرف انضفه كويس جدا. اللي بيتحشي من الرقبه وبيتفتح من الرقبه ده انا صراحه ما عرفتش انضفه خالص، يعني لقيته برضو هيبقى فيه دم كده، فقلت لا لازم بقى افتحه كده من جوه عشان ايدي بقى تبقى فيه كله وانضفه كويس جدا. هحشي بقى الكميه كلها بنفس الطريقة. يلا حبايبي بقى كده، لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي حطوا لي بقى كده لايك وشير بقى كده واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بنزلها اول باول. وبكده خلاص انا خلصت كده الكمية بتاعتي، بس لقيت ان انا لو نزلت كده الحمام زي ما انتوا شايفين اول ما انزله هينزل بقى رز كده في قلب الشوربة بتاعتنا. فانا قلت بقى اعمل ايه، هعمل بقى اختراع كده.
جبت كده الخيط ولفيته عليه عشان يدينا نفس الشكل كده، ما يفكش مننا ولا يفتح ولا ينزل ميه في قلب الشرب. انا خلاص كنت كده حاطه بقى الميه على النار، حاطه فيها فلفل اسود، ورق لورا، طماطمايه، بصلايه كده متقطعه، يعني بهاري زي ما انت بتحبي كده، ورق حبهان، كام فص حبهان كده، ولو فلفل بقى اسود حبوب زي ما انت عايزه. نزلته بقى فيه وبعدين سلقته ساعة الا ربع بالظبط. هي اختي قالت لي حطيه ساعة الا ربع عشان انا اول مرة اجرب السمان، وفعلا ظبطته على ساعة الا ربع بالظبط، 45 دقيقة وكنت طافية. لقيته طيب جدا ومستوي كويس جدا. جبت بقى كده الخيط وقطعته بالمقص، وبدأت بقى حمرته، ودي كده كانت بطاطس مقشراها وسلقاها معاه، طلع طعمها تحفة. والرز بتاعنا كان استوى، كان جميل جدا جدا، ووصفة تحفة اقسم بالله. طبعا مستوي كويس جدا زي ما انتم شايفين، يعني الواحدة تتقطم كده بحالها، والشكل طبعا بيتكلم عن نفسه. لو عجبكم الفيديو اتمنى تجربوه، ولحد ما اشوفكم هتوحشوني، متنسونيش بقى باللايك. مع السلامة.